دلوقتي انت مركز في الخلفيه الفيديو اللي هي ورا الشات. فانا حابب اقول لك ما تركزش في الخلفيه دي خالص، لان دي اقل حاجه في النسخه. انا عايزك تكمل معايا الفيديو للنهايه وما تخافش، هوريك كميه مميزات في النسخه. حرفيا اول نسخه واتساب تنزل بالمميزات ديت. بص كده، لو جيت على الثلاث شرط، طبعا هنيجي على الثلاث شرط كده مفيش اي مشكله، وضغطنا على كلمه الاعدادات تمام، وضغطنا على الرقم بتاعنا مفيش اي مشكله. نخش على الرقم كده، طبعا النسخه بتحملها، نخش على الرقم كده مفيش اي مشكله. بص بقى كده، شايف الرقم ده مش رقمنا اصلا، ولا ده رقم يتفتح بواتساب. ده اول مره النسخه بتغير الرقم بتاعك وبتفك البلوك. شايف الجمدان كله؟ طب ايه ده؟ طب بص كده، لو جينا تاني على كلمه الخرابات وضغطنا على كلمه عيله القناصين دي كده تمام، الجروب ده كده، شوف تاريخ انشاء الجروب بس 2000 وكام كده. طبعا النسخه بتعمل جروبات قديمه 2001 في اي تاريخ انت عايزه. بص كده، تاريخ انشاء الجروب 2001. هوريك دلوقتي تعمل ازاي جروبات قديمه. طبعا عندك كذا خلفيه، مش الخلفيه دي كده. لو جيت كده شكل الخلفيه، بص كده، طبعا دي خلفيه فيديو. لو عايز خلفيه ثابته بتختار مثلا اللي هي شكل اتنين دي كده. عندك ثلاث خلفيات فيديو، وعندك ثلاث خلفيات ثابته. بص كده، دي خلفيه ثابته جامده جدا. شايف النسخه وشايف الجمدان؟ بص كده، نشوف خلفيه غيرها مثلا رقم واحد ده كده ونفعله. طبعا النسخه لاول مره مميزات في النسخه ديت، لو فضلت اقول لك عليها فمن ما يكفيناش سنه قدام شرح في النسخه. تابع الفيديو هنا عشان تعرف الباسورد بتاع النسخه. طبعا لو واجهتك اي مشكله في النسخه تابع الفيديو هنا عشان تعرف الحل بتاعها. ونسخه اول ما تثبتها وتفعل الرقم بتاعك عليها ما فيش اي مشكله. لو بدات ان هي تتقل معاك في التحميل وكده ما فيش اي مشكله. ممكن تقعد مثلا معاك 5 دقايق قبل ما تفتح، مفيش اي مشكله. طبعا لو لقيت ان هي جابت لك على واجهه مثلا اللي هي تكتب اسمك وكده، بتفضل معاها لحد ما تحمل، مفيش اي مشكله هتفتح معاك. ويلا بينا نخش على الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا يا اخواتي رجعت لكم بنسخة جديدة كالعادة وبشرح جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ الشرح لكم كومنت، لان انا النهارده جايب لك افجر نسخة واتساب في المجال يا عمري. جايب لك افجر نسخة واتساب في المجال. تابع الفيديو هنا عشان تعرف الباسورد بتاع النسخة. طبعا النسخة هتثبت معاك مكان نسخة المتجر. لو معاك نسخة متجر امسحها خالص. تمام تمام يا برو. طبعا ده شكل نسختنا من بره. اول ما نخش على النسخة كده، طبعا هتفتح معانا بالايقونة الرايقة جدا دي كده. بص خلفية الفيديو اللي ورا الشات ديت، بص الجمدان، حاجه جمدان الجمدان. طب هتقولي ما فيش غير الخلفيه دي بس ولا ايه؟ لا طبعا، انت تتابع معايا كده، ده انا هوريك خلفيات كتيره وحاجات انت هتصدم كتير في الفيديو. تابع الفيديو. بص كده، ضغطنا على علامه السهم اللي فوق دي كده، نعلم لك عليها عشان تبقى عارف كل حاجه بالتفاصيل. تمام، هنيجي كده على علامه السهم، علامه السهم ده كده تمام. اضغط على السهم ده كده. عندك هنا بقول لك شكل الواجهه بتاعت النسخه. لو عايز تغير الشكل بتاع الواجهه ده تمام، ممكن تغير الشكل بتاعها. عندك اسطر كتير، انا مختار رقم 7. لو ضغطت على كلمه شكل الاسطر ده انا مختار رقم 7 مثلا. خلينا في رقم 3 كده نفعله. شوف رقم 3 بتاع النسخه. بص الاسطر رقم 3 زي ما انت شايف اتفعلت معانا اهوت. شايف الاسطر ده كده، ضغطنا على السهم تاني وضغطنا على كلمه شكل الخلفيه. عندنا كذا خلفيه مش خلفيه واحده. بص كده رقم واحد بس في الخلفيات تمام. دي خلفيه ثابته، دي خلفيه صوره ثابته تمام. بص كده شكل الخلفيه رقم 2 تمام، خلفيه ثابته برضو تمام. دي خلفيه ثابته. بص خلفيه ثابته جامده جدا. عندك خلفيات فيديو مثلا شكل الخلفيه اللي هو رقم 3 ده كده. شوف شكل رقم 3 في خلفيه الفيديو، حاجه جمدان الجمدان يا روح. بص كده حتى جوه الشات وبره الشات وفي كل حته الفيديو ده، انت متخيل؟ ممكن تخلي مثلا الشكل بالشكل ده كده. شايف الفيديو الجمدان؟ ضغطنا على السهم ده تاني كده وضغطنا كلمه شكل الخلفيه. نختار مثلا اللي هو شكل 2 ده كده. شوف شكل 2. طبعا ده شكل 2 كره ارضيه بتلف كده، حاجه جمدان الجمدان. طبعا ناخد اول رقمين في الباسورد واحد واحد. تابع الفيديو هنا عشان تعرف الارقام الباقيه تمام، والباسورد بتاع النسخه. لو جينا على الثلاث شرط كده، عندك اول حاجه القناص وماد اللي هو الطيب الكبير طبعا تمام، نخش عليه كده وهنخش على كلمه الخصوصيه بتاعت النسخه. طبعا هيفتح معانا الاضافات بتاعت النسخه بالشكل ده كده. عندك هنا بيقول لك الخصوصيه اللي هو طبعا الخصوصيه بتاعت النسخه اخفاء اخر ظهور، والاضافات اللي احنا عارفينها في نسخ البلس تمام. عندك اخفاء اخر ظهور، منع حذف الاستوري، تجاوز مشاهده الحاله، وكل اضافات نسخ البلس تمام. تمام، عندك هنا بيقول لك تنظيف ملفات الواتساب. هنا شاشه المحادثه بتاعت النسخه تمام. طبعا دي شاشه المحادثه الالوان، ولو عايز تظبط حاجه في الالوان وكده تمام. وده بيقول لك ارفع نفسك ادمن، بس بيبقى ادمن فيك. ده بيقول لك اعمل ميشن جماعي تمام. ده تذكر ايفون في الشات. طبعا ده تعطيل التاكد قبل ارسال الستيكر. وده تعطيل حاله الاتصال تمام. وهنا العدسه الكبيره لو انت نظرك ضعيف وكده بتفعلها. عندك هنا برضو بيقول لك الشاشه الرئيسيه. طبعا انا بشرح لك النسخه على السريع، انت متخيل نسخه فيها كميه مميزات؟ لو فضلت اشرحها لك معانا يومين ثلاثه نشرح في النسخه تمام. عندك التخصصات العامه لو ضغطت عليه كده، بص بقى ده بيقول لك عندك اشكال النسخه الاسطر. طبعا انا وريتها لك دلوقتي بره في الواجهه بتاعت النسخه تمام. عندك بيقول لك تخصيص نغمات الرنه الخاصه بك تمام. هنا بيقول لك تمكين الرموز، وهنا قائمه التاثيرات اللي هي التحركات في الشات تمام. اختار التاثير اللي يعجبك مفيش اي مشكله. طب لو جينا خرجنا كده، عندك بيقول لك تغيير النصوص بتاعت النسخه تمام. اللي هي بص بقى ركز معايا دلوقتي، انت عايز مثلا 20000 واحد يشوفوا الستوري بتاعك، هتعمل ايه؟ كل اللي عليك هتيجي على كلمه مشاهده الحلقه دي كده، وهتكتب العدد اللي انت عايزه.
بس كده يا قناص، ايوه بس كده، وهتضغط موافق. طب دلوقتي انا عايز اعمل جروب 2005 يا قناص ولا مثلا 2001، هنعمل ايه؟ هتيجي على كلمه تعديل تاريخ انشاء المجموعه دي كده، مثلا هنمسح 2005 دي كده، ونكتب مثلا 2000، مثلا خليها 2001 تمام، 2001، ونضغط ايه مثلا واحد موافق تمام. بس كده قناص، بس كده روح اعمل اي جروب هتلاقيه بالتاريخ ده تمام، التاريخ اللي انت عايزه بتيجي تكتبه من هنا. طب دلوقتي يا قناص انا عايز اغير الرقم بتاعي، هغيره ازاي؟ بص كده، انتحل رقم هاتف مرئي دي كده، وهتمسح الرقم، بص كده مش هيبقى في حاجه مكتوبه، فانت تكتب اي عك كده، بص ده رقم هاتف ده، تضغط موافق تمام. عندك بيقول لك لقب تزويد بصري، ونعرض اسمك في الصفحه الرئيسيه، وده اعرض رسالتك في الصفحه الرئيسيه، وانا بقول لك اختار رساله علامه التبويت وكده تمام. تمام يا برو. طب لو جينا خرجنا، عندك عرض التاريخ، ده بيقول لك لو عايز تبعت مثلا تعرف الرساله بتاعتك وصلتك امتى، بالثانيه بالدقيقه بكل حاجه بتعرفها من هنا تمام. تفعل اللي انت عايزه ده بالتاريخ في الوقت الرساله وكده. طب لو جينا خرجنا، عندك بيقول لك النسخه اللي احتاجته والاستعداد على استهلاك الملف بسرعه، والجوده بتاعت النسخه تمام، اللي هي جوده الصور، لو ضغطت عليه كده، ده طبعا ارسال صوره بدقه عاليه، هتفعل ده كله، كل ده لازم تفعله. ده عشان ايه؟ ده عشان ترفع اسطوري اكتر من 30 ثانيه، وتبعت رسائل بالجوده الاصليه بتاعتها تمام. تمام. عندك زرار الفيروس والاضافات، ده بيقول لك الحسنات من الفيروس. اول حاجه بيقول لك تشفير الفيروس بتاعنا تمام، ده بيقول لك استغفال الكونكتات فاضيه تمام، استقبال الكونكتات فاضيه، ده عدم التهنيج من الكونكتات، ده قفل الكونكتات نهائي، ده ضد جميع الفيروسات. طبعا اضافات الفيروس للناس اللي لها في الفيروس تمام. طبعا النسخه ما بتهنش حرفيا من اي فيروس تمام كده. تمام. طب ناخد عندك تاني رقمين في الباسورد، ستة ستة، فاضل رقمين تابع الفيديو اللي عشان تعرفهم تمام. عندك تزويد زرار زيادة تمام، اللي هي تحت النسخة، الذكاء الاصطناعي، توفير البطارية، عدم حرق النسخة بمكالمة، مكافحة تحطم نفاذ الذاكرة تمام. طب لو جينا خرجنا كده، دلوقتي انت لما تثبت النسخة هيجيلك اشعار كل شوية بيقول لك التحديث بتاع النسخة وكده. طب ايه ده يا قناص؟ هتيجي على كلمة الشاشة الرئيسية دي كده، دلوقتي انت لما تثبت النسخه هيجيلك اشعار كل شويه بيقول لك تحديث ولازم تشترك في قناه وكده، فانت هتعمل ايه؟ الحل ايه؟ بص كده، هتيجي على كلمه الشاشه الرئيسيه تمام، وهتيجي على كلمه اللي هي تغيير الوظائف العامه دي كده، شايف كلمه الوظائف العامه دي كده، هتخش عليها تمام. بص بقى، عندك هنا بيقول لك اصلاح الحصول على التحديثات، ده هيبقى متفعل، شايف ده كده هيبقى متفعل بالشكل ده. انت هتعمل ايه؟ هتلغيه كده، هتلغيه زي ما انا لغيه كده تمام. كده مش هيجيلك اي اشعارات. ده بيقول لك اصلاح اكثر من 3 جهات اتصال، ده بيقول لك زياده حد الرسائل، ده بيقول لك ابعت اعاده توجيه لاكتر من 250 شخص تمام. انت طبعا في النسخ العاديه بيبقى اخر 5 اشخاص، لو فعلت ده هتبعت لاكتر من 250 شخص. انا بقول لك تغيير الرقم وعدد الرسائل، انا بقول لك فصل الشتات عن الرومات، هتفصل الشتات عن الرومات، هتفعل ده كده. وهتفعل طبعا ده اللي هو ظهر رمز اضافه الحسابات، وده رمز عرض هيكون وضع الطيران، وده تعطيل الدردشات المخفيه، وانا تعطيل الاتصال عبر الانترنت. طبعا ده توثيق ارقام عشان رقمك ما يتحذرش خالص نهائي من الواتساب. طبعا ترميز معدل، هنا تلقي كل شيء في دردشه واحده. طبعا اضافات نسخ بيتا كلها موجوده في النسخه دي، اي نسخه، اي اضافه انت عايزها في نسخه واتساب موجوده هنا، حاجه جمدان الجمدان يا روحي. طبعا لو جينا خرجنا كده، نخرج كده نشوف شكل الواجهه بتاعت النسخه، ونشوف الجمدان كله بقى، ونشوف برضو تاريخ الجروبات وكده تمام. طبعا زي ما لما تكتب التاريخ زي ما انا عرفتك كده، وتروح تعمل اي جروب بالتاريخ اللي انت كتبته، طبعا الجروب بيتعمل بالتاريخ اللي انت عملته بالظبط. حبيب قلبي، زي ما انت شايف النسخه بالواجهه الرايقه جدا دي كده، حاجه جمدان الجمدان يا روحي. طبعا زي ما انت شايف، بص شايف الخلفيه، وطبعا عرفتك ازاي تغير الخلفيه. عندك برضو اضافه الحسابات هنا اهي تمام. وعندك برضو اللي هو الشاشه من جوه، لو عايز تفعل وضع الطيران وتقطع النت عن النسخه، ولا تستلم رسائل ولا تبعت رسائل. تشوف برضو شكل الشات من جوه بتاع النسخه، شوف الجمدان كله. هنخش على الشات كده مفيش اي مشكله. طبعا دلوقتي هوريك ازاي تعمل الجروب قديم، زي ما انت شايف شكل الشات اهوت. لو عايز تغير الخلفيه بتضغط على العلامه دي كده تمام، وتختار الخلفيه اللي انت عايزها، عندك 4 خلفيات تمام كده. تمام. طب لو جينا خرجنا كده، بص بقى يا قلبي، هنيجي كده على كلمه عيله القناصين دي كده تمام. طبعا وريتك الجروب ده، طب نيجي على جروب تاني تمام، مثلا نيجي على اي جروب اللي هو مثلا سحب بارات القناص دايموند دي كده تمام. هنخش عليه. طبعا نشوف تاريخ انشاء الجروب ده امتى، بص كده 2001، زي ما انت شايف 2001، زي ما احنا فعلنا التاريخ تمام. اي جروب عندنا هيبقى بتاريخ 2001، وطبعا لو عملنا اي جروب هيبقى بتاريخ 2001 تمام كده. تمام. ناخد اخر رقم في الباسورد 99. لو ما شفتش الارقام الاولانيه اسمع الفيديو من الاول تمام. تيجي على الثلاث شروط كده، عندي بيقول لك خرابه جديده لو عايز تعمل جروب جديد، وده بي سي، وده افتح ويب، ودي رسائل المميزه بدجمه، والاعدادات بتاعه النسخه. طبعا لو نيجي على الاعدادات كده، طبعا زي ما شايف الابوت بتاع النسخه اهوت، حاجه رايقه جدا. دلوقتي برضو لو جيت هنا كده ونشوف الرقم بتاعنا اللي احنا كتبناه، بص كده الرقم تمام. طبعا زي ما شايف الرقم اهوت، ده مش رقمنا اصلا، فاحنا فبركنا الرقم، حاجه جامده جدا، النسخه فوق الخيال بشويه.
طبعا يا ريت تقدرنا بلايك وكومنت، ولو مش مشترك على القناه اشتركوا وفعل زر الجرس، وقول لي رايك في النسخه تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام يا احلى متابعين.